السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب الطوارئ؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهاردة معانا حلقة دسمة جدا عن الانترفيو سكيلز مع دكتور باسم الهادي. يفضل في هذه الحلقة ان انتوا معاكم ورقة وقلم، قاعدين رايقين كده ومروقين وجاهزين تاخدوا كمية معلومات مكثفة جدا في هذه الحلقة. الموضوع للأسف ما قدرناش نغطيه على حلقة واحدة كاملة، فاحنا هنقسمه على حلقتين، حلقة الأسبوع ده وحلقة الأسبوع الجاي إن شاء الله، ونراكم على خير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب الطوارئ؟ عاملين ايه؟ النهارده معانا حلقة جديدة من بودكاست قهوة الطوارئجية والاي جي اي ار كافيه. هنتكلم النهارده عن موضوع آم، احنا بنقابله لما نيجي نحاول نخرج بره من كومفورت زون بتاعنا. يعني احنا بنمشي في التريننج بتاعنا، احنا متعودين خلصنا كلية الامتياز، تكليف بقى، او الناس اللي استقالت زي حالاتي مثلا ما لهمش تكليف، وبعد كده خدوا تريننج بروجرام، وبعد كده يبتدي يحاول يطلع بره الفيلد ده، يصطدم ب الانترفيو. بالذات لو هيسافر بره مصر او حاجه، برضه هيلاقي ايه ده، ان في حاجه اسمها انترفيو انا ما قابلتهاش قبل كده. والانترفيو ده في ناس كتير بتطلع منه انطباعها كويس، وناس بتطلع منه انطباعها سيء، وناس بتبقى خايفه جدا، و آم، في ناس داخله مش عارفه تعمل ايه، ولا امتى، ولا فين، ولا ازاي. فهنتكلم النهارده مع دكتور باسم على هذا الموضوع، وحابب ابدا معاك دكتور باسم باهميه الانترفيو سكيلز، او ايه ليه دي حاجه ممكن تبقى مهمه، وليه احنا بالنسبه لنا في مصر يعني معلش هسال السؤال برضه بشكل يعني عكسي. ليه احنا في مصر ما عندناش زي ما تقول السيت اوف نولج ده، او ما عندناش تركيز على هذا الموضوع؟ خلينا نبتدي الأول بأهمية الموضوع. السلام عليكم عمر، اخبارك حبيبي؟ عامل عليكم ايه؟ السلام عامل ايه يا ورحمة الله كبير؟ وبركاته. جزاكم الله خيرا على المرات اللي بتقابل فيها. انا الله بسعد يبارك إن فيك. أنا بتقابل معاك والله، وان احنا بنحاول نساعد بعض. الله وانا يبارك وأنا لك. بتعلم كل مره بقعد معاك بتعلم حاجه جديده. ربنا يبارك لك يا باشا، العفو والله، ربنا يبارك لك. تسلم لي جميل. بص يا سيدي، موضوع الانترفيو ده انا بحاول في الحاجات اللي انا بعملها ان انا بركز على البلايند سبوتس. كويس. انا شايف ان احنا عشنا طفولة محرومة من كل معاني العلم والحياة اللي الناس بتعملها بره. يعني مم. أنا دلوقتي مثلا بدي كورسات وبعمل اكزامز للميديكال اللي هو الميديكال ستودنتس، حاجات أنا عارفها لسه، يعني إيه، مثلا من سنة أو سنتين. فالميديكال ستودنتس عارفين حاجات أنا واحد شغال في الطوارئ بقالي 17 أو 18 سنة لسه عارفها من سنة أو سنتين. كويس. هنا العيال بتأصل فيه حاجة زي كده، يعني بيتربوا على ايه تأثير الهيومن فاكتورز، ايه الارجونومكس، ايه از هاو تو سيل يور سيلف اذا كان برزنتيشن كويس. تلاقي عيال لسه في الكلية ولسه عاملين ريسيرش وسيستماتيك ريفيو، واللي عامل البودكاست او اللي عامل ويب سايت، او اللي عامل اسوشيشن. فهم they are very capable of selling themselves on a medical basis. فهم عندهم بيزس اتعلموها، خدوا الرولز دي او خدوا الانفراستراكشر، عرفوا يعملوه ازاي وبداوا يعملوه. ليه احنا بنتكلم في كل الكلام ده؟ احنا كويسين قوي 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 كلينيكال. كويس طبعا، انا مش هعمم، بس احنا ان جنرال احنا السكيلز بتاعتنا كويسه، احنا عندنا براكتس كويس وعندنا اكسبوجر كويس والكلينيكال سنس بتاعنا جميل. تمام. تيجي بقى تبص ده تقييمه ايه لو انت جاي انت مثلا انت عايز تبروجرس في حياتك، فانت بتدور على وظيفه احسن في مكان احسن او كلام من ده، فبيخش معاك باسم نص الكلينيكال بتاعك او ربعه، لكن انا سيلز مان كويس، فعارف ابيع نفسي حلو مثلا. وانا هكسب وانت هتخسر، معاك احسن مني بكتير. كويس. ليه بقى؟ لان الانترفيو نفسها ما هي كلينيكال بس. انا لما باجي اعينك مش بعين دكتور، مش اللي هو تكنيشن، مش اللي هو مثلا ايه بتاع نبطشجي مثلا او كده. لا، احنا عايز واحد يعرف يهندل the situations. He is a senior to some extent or she is a senior to some extent.
فانا عايز اكون عارف ان انت عندك managerial skills، عندك communication skills، non technical skills plus technical skills. كويس. تمام. فاحنا للاسف الشديد انا فاكر مره الكلام ده من حوالي 6 سنين او 7 سنين، كان في مجموعه من زمايلنا داخلين انترفيو في UK، كانت حاجه ميدل جريد او تريننج بروجرام. كويس. فكل الناس جابت سكور حلو جدا ما عدا البورتفوليو، ما عدا السي في وهاو تو بريزنت يور سيلف، هاو تو سيل يور سيلف. انت ممكن تكون عندك الحاجات، بس زي ما بيقولوا كده ايه النكته اللي هي مالهاش، ما كانتش بتضحك زمان دي، بيقول لك ايه، واحد جاء سأل قال عندك سكر، قال له لا هو عنده سكر جوه. فانت عندك اوريدي الكونتنت بس مش عارف تبريزنت ويل. تمام. فالانترفيو سكيلز بقى كورس او سيشنز احنا بنتكلم عنها هاو تو بريزنت يور سيلف. في باك اب ليها بعد كده اللي هو ايه، طب انت دلوقتي ما عندكش حاجه تبريزنت، لا دي بقى قصه ثانيه، هاو تو بيلد يور سي في او تو بيلد ا بالانسد سي في. ماشي. بس ده زي ان نوتشل. جميل جميل جميل. طيب حلو. انا لو خلاص يعني انا دلوقتي يعني هاخد جوب في مكان، ايه المفروض ادور عليه ماشي في الجوب دي؟ يعني هل المفروض ادور على المكان بس، ادور على التيم اللي شغال بس، ادور على الرول بتاعي بس؟ يعني ايه اللي ممكن ادور عليه في الجوب ديت وبالتالي ده هيفرق معايا في الانترفيو بتاعتي؟ ده سؤال جميل جدا وجوهري. وخلينا نرجع بقى ايه، أنا مش عارف قلتها قبل كده ولا لا، بس أليس في بلاد العجائب كانت واقفه وبتسال الارنب بتاعها لما لقيت مفترق طرق قدامها، بتقول له اروح يمين ولا شمال؟ قال لها انت عايز تروحي فين؟ قالت له مش عارف. قال لها خلاص امشي في اي طريق. كويس. تمام. فهي الفكره كده برضو. هو انت بتقدم على وظيفه، ازاي تختار الوظيفه؟ ده سؤال جميل وسؤال محوري وحياتي. اللي هو انا هختار الوظيفه بناء على انا عايز ايه. هل انا المرحله الجايه في حياتي انا عايز، هل استقر، هل اجيب فلوس، هل اروح مكان فيه طحن شغل عشان انمي السكيل بتاعتي، اروح مكان الناس بتذاكر فيه كتير فانا ممكن ابجريد واخلص الاكزامز بتاعتي. كويس. فهذه النقطه. ارجع اقول لك برضو ان مش هيبقى فيه فروقات كبيره، بس وانت بروح مكان هو سوت او نيدز مي، ده اللي يبقى اكتر. لان احنا من نعمه ربنا علينا احنا خدنا الطوارئ، والطوارئ مطلوبه في كل حته. كويس. بس تمام. لو احنا بنتكلم بقى ايه اللي يخليك يونيك او يخليك ديفرنت او يخليك، هو يعني ده difficult to miss، يعني ده لازم نجيبه. كويس. ان يكون عندك حاجه مش عند حد، فيكون عندك سبيشال انترست اللي اتكلمنا فيها قبل كده. وتكون fitting into the job. يعني الجوب دي ناقصهم مثلا حد بيعمل بيدياتريك، حد جيرياتريك، حد عنده ماسكولو سكيلتال سكيلز او اكسبيرينس، حاجه زي كده. كويس. فانت تشوف السيوتابيليتي من ناحيتك ومن ناحيه الوظيفه، فانت بتشوف تمام. لو ماتشنج كده ده البيست. جميل جميل. طيب شفت الوظيفة وقلت والله إن دي ممكن تبقى suitable for me وأنا ممكن أبقى suitable for this job ماشي. وهدخل على الانترفيو. حلو. إيه أول ستيب في الانترفيو أو أول حاجة ممكن أكون محتاج إن أنا أحضرها عشان ده الانترفيو؟ جميل. ده جميل جدا. انت دلوقتي راح تقدم الوظيفه دي وشفت الوظيفه وحصل قبول نفسي من عندك. طب انت عايز الوظيفه دي يبقى عندها قبول برضو من ناحيتك، هتعمل كالاتي: هتشوف الوظيفه عايزه ايه وتطلعه على السيرفيس من السي في بتاعك. يبقى انت السي في بتاعك هتبقى ري رايتد، انت مش هتعمل فروم سكراتش. انت يو رايت ري رايت يور سي في. تشوف الجوب ديسكريبشن عايزه ايه. يعني مثلا ما ينفعش مثلا اكون وظيفه مقدم عليها بتاعه تروما وانت كاتب لي السي في بتاعك كله ريسيرش مثلا، او مانجمنت او كده. يعني هات لي التروما على الوش. كويس. ف تمام. without overselling yourself. يعني ما ينفعش انك تقول انك خارق في كل حاجه، ما هو انت بتبان. يعني اقول لك مثال في الريسيرش عندنا في حاجه اسمها اللي هو الكواليتي اسسمنت، او ان انت بتعمل سكريننج وانا بعمل نفس السكريننج بعدك ونشوف الماتشنج الريزلت بتاعتنا. لو الريزلت بتاعتنا ماتشنج 100% يبقى في حاجه فيشي، في حاجه غلط. فهو انت مش تعمل اوفر سيلينج، انت تعمل سيلينج يور سيلف ان ا رايت واي matching the job. كويس. فانت to be sensible when you do this. يبقى اول خطوه انت شفت الجوب، يبقى انت هتراجع السي في بتاعك وتذاكره. ان احنا عندنا مشكله ان انت لو تخش الانترفيو واحد يسالك على حاجه في السي في بتاعك، لا
دي مش حلوه خالص. دي تقض في الكريديبيليتي بتاعتك. كويس. تمام. يعني دي جيم تشينجر بالنسبه لهم يعني. فانت تكون مذاكر السي في بتاعك ومظبط السي في يمشي على الوظيفه، فدي اول خطوه. تمام. حلو. أم، يعني باختصار نوتشيل ان انا التحضير او الانترفيو بتبتدي من قبل الانترفيو اتسلف، ان انا بحضر يعني القبول زي ما بيقولوا. احنا جايين ايه؟ هنعمل علاقة عمل هنا. ماشي، فاحنا هنبتدي بالقبول الاول. ولقيت ان والله ان الدنيا سوتبل او يعني في ماتشنج ما بين ماي نيدز او ماي اوبجكتيفز والجوب ديت. وبعد كده هروح جاي واخد السي في بتاعي، مقلبه بالشكل اللي يناسب الوظيفة عشان أعلي التشانسز بتاعتي في إن أنا أتقبل في هذا المكان. وكمان أذكر السي في بتاعي كويس قوي. عشان إيه؟ عشان أنا هتسأل فيه زي ما بيقولوا يعني. بالظبط تمام. بالظبط. حلو. تمام. انت عملت كده بقى، الخطوه اللي بعدها انت المفروض بتبعت للناس اللي البانل، يعني بتسال الاتش ار تقول لهم مين البانل اللي هيبقى موجود في الانترفيو. احنا في حته فوتناها، احنا لو احنا دلوقتي بنتكلم على البيرمننت جوب او السبستنسيف جوب which is ذا توب ليفل، اللي هي دي بقى ليفل الوحش. كويس. في عندك الانترفيو بتاعت الميدل جريد، في عندك الانترفيو بتاع اللوكام كونسلتنت. دي بتبقى حاجات كده، يعني حاجه ودي كده، نفرين جايين قاعدين كده فاضيين. يعني الصبح مثلا في عندنا انترفيو مع فلان، كويس، بس انت فاضي، جون فاضي، تعالوا اعملوا انترفيو مع فلان. ودي بنعملها ويمشي الحال. ده لو كم يعني جاي يقعد معانا 6 شهور، سنه، سنتين، ايا ما كان. لكن لو انا بعين سبستنسيف، لا، ده اتس بيج ديل. كويس. بتلاقي السي او موجود، تلاقي الكلينيكال دايركتور موجود، تلاقي عندك ريبريزنتيف من التريننج بروجرام او تريننج بودي، بروفيسور جاي من الجامعه، عمال وفئات وفلاحين، فكل اطياف الشعب بيعدوا عليك. تمام. فانت لو احنا بنتكلم على السبستنتيف جوب او البيرمننت جوب او حتى اللوكم جوب، المفروض الخطوه بعد ما ظبطت السي بتاعك وقدمت وتعمل لك شورت ليستنج، ان انت تبعت ايميلات للبانل، تقول لهم I want to organize a pre-interview meeting with you. انا نفسيا ما كنتش مستسيغ حاجه زي كده. يعني ايه المفروض ان الموضوع يبقى فير. وفي بعض يعني احنا عندنا بيقول لك you are not allowed to lobby before the interview، انك تعمل لوبي ليك جو انترفيو. بس الناس بتعتبر حاجه زي كده ريسبكت. يعني انت لو عملتهاش يبقى انت you don't respect them. فانت لازم تبعت ايميلات او كونتاكت الناس دي ان ريزونبل تايم. ما ينفعش مثلا قبلها بيوم او اثنين او ثلاثه او كده، لا، ما ينفعش شورت نوتس. وانس انت عرفت البانل، في الغالب قبلها 3 4 اسابيع، تبعت ايميلات للبانل ممبرز كلهم، تقول لهم I want to organize a pre-interview meeting with you to introduce myself. تمام. كويس. طيب. دي الخطوه بعد كده، ودي ليها تمبليت، فانت دور على تمبليت للايميل ده وتبعته للناس. حلو. أنا معلش كده، أنا يعني إيه، هرجع خطوة لورا. تمام. آم، إحنا عرجنا بسرعة على حاجة اللي هي الجوب تايم فريم. تمام. ماشي. ودخلنا على طول في حته البري انترفيو والبانل بتاعي. أم، هل الجوب تايم فريم ده يفرق؟ يعني انا عارف ان احنا قلناها بسرعه، بس معلش انا عايز اه، نفصل فيها شويه. قصدك اللي هو التايم بتوين الابلكيشن للانترفيو. لا، مش قصدي كده. قصدي يعني هل الجوب دي temporary ولا permanent جوب؟ دي بتفرق ماشي. كتير، بتفرق في حاجات كتير. ولا او لوكم او يعني اللي هو في حد جاي في تمبرري، في لوكم، في سبستنسيف. م- طيب، بص يا سيدي، اللوكم ده واحد جاي يسد عجز. فمثلا اللي هو ايه، معظم الوظائف اللي بتبقى في يو كي بتبقى لوكم بوست، كبدايه كلوكم بوست. تمام. اللوكم بوست دي بقى قعدك سنه او سنتين او ثلاثه، في اب تو 3 years لوكم بوست. تمام. تمام. معظم التايم بتبقى ايه 1 or 2 years الكونتراكت بتاعك، وبعد تعمله رينيوال. كويس. تمام. بالنسبه التمبرري ده، ان انا مثلا كمستشفى انا عندي فند I'm expecting for a permanent consultant post، بس لحد دلوقتي احنا ما عملناش انترفيو ولسه مستنيين ومتعطلين ومش عارف ايه، فاحنا ممكن نطلع temporary post لمده 6 شهور لحد ما البيرمننت ادفرتايزمنت ينزل.
تمام. بيرمننت او سبستنسيف بقى، دي القصه اللي بقول لك عليها، دي اللي هي ليفل الوحش، دي اللي هي فعلا محتاجه دراسه، والناس هنا تعتبرها انفستمنت. So I'll give you an example. كنت شغال في مستشفى ومعانا 4 لوكم in the hospital for 4 years. Okay. ونزل 4 permanent posts. Every one of us knows that it's their jobs. كويس. Still they've done their homework واشتغلوا كويس جدا وعملوا كورسات. يعني واحد منهم بيقول لي عمل كورسات ب 1000 يورو. كويس. وعمل بيرسونال كوتشنج. دي من الحاجات اللي انا بعملها دلوقتي، ان انا بعمل بيرسونال كوتشنج 1 تو 1. يعني انت مثلا داخل انترفيو تكلمني يا باسم، والله انا عايزك تعمل لي بيرسونال كوتشنج موك انترفيو، وانا اقوم داخل مديك ساعه كامله خبط اسئله ورا بعضها. كويس. اعيشك في الاسترس بتاع الاكزام وبعد كده اديك الفيدباك. كويس. تمام. فدي من الحاجات اللي بتعملها انفستمنت. يعني ده ليجيتيميت وتورثي. يعني انت دي وظيفه لو ضاعت منك هتروح. فالمقصد من الموضوع ايه؟ انت لوكا ما هو شغال في المكان بقالك 5 سنين او 4 سنين، ونازل لك بيرمننت معروف ان هو باسمك، بس ما ينفعش تروح تأدي وحش. فهي انت لازم تلعب دورك كويس في المسرحيه. كويس. تمام. هي بلاي كويس. واحنا كلنا عارفين ان احنا داخلين الموضوع ده باتيتيود معين، بس ما ينفعش ان يكون في اي ديفكت واضح. لازم يكون انت مدارس الموضوع او عامل البريبريشن بتاعك كويس. تمام. تمام. حلو. هل ده هيفرق في مستوى التحضير بتاعي؟ يعني انا لو جاي لوكم مثلا غير لو انا جاي مثلا temporary او temporary job، طبعا طبعا او طبعا. لو انا جاي permanent job. ايوه. انك تتوتر اكتر لما تكون رايح. بص يا سيدي، انت عندك اللوكم شوف، انت بتبقى رايح كده، يعني تخلص مثلا قهوتك وفطارك ومش عارف ايه، وبعدين تقوم لابس بدله على شورت وايه، وفاتح تمام. الزوم وعامل مقابله في تلت ساعه. كويس. المقابله البيرمننت بتبقى ساعه، وممكن تبقى اتعمل على مرحلتين، فالتوتال تبقى ساعتين. تمام. انت البريبريشن بتاعك والاستادي والفريم او الاسئله اللي ممكن تسالها هي، بس دي بتبقى حاجه صغيره. ونفرين اللي بيعملوا لك انترفيو، انا ما اشوفش حاجه تمبروري او او لوكم اكتر من 2 وواحد اتش ار. والاتش ار ما دايما ما بيتكلمش حاجه. انا الاتش ار في يو كي ممكن يسالك سؤال، لكن انت الموضوع كله بقى 2 3 تيك ذا بوكس، ان احنا عملنا انترفيو للراجل ده ودخلناه، او الدكتوره دي ودخلناها. كويس. تمام. اللوكم امورها طيبه نوعا ما. ما انك سالت السؤال ده، لو مثلا انا وعمر داخلين انترفيو في مستشفى، وليكن مستشفى اكس، فعمر شغال هناك بقاله سنه وانا جاي جديد، فانا كويس، انا مستوى حلو وعامل PhD وكلام من ده ومش عارف ايه، بس عمر شغال في المكان. الناس كتير بترايز اللي شغال في المكان. عشان كده الرولز بتاعت الانترفيو لازم يكون في حد اكسترنال جاي من بره عشان يallow fair play for everyone. تمام. يت الراشونال والمنطق والعقل كل حاجه بتقول ان انا انا ابقى كين ان انا اشغل اللي انا شغال معاه قبل كده، غير ان انا اجيب واحد من بره. لان انا لو جبت واحد من بره انا ما اعرفوش واديله بيرمننت بوست، فهو انت بيعتبر ان المدخل بتاعك او فتره الخطوبه عشان تاخد الوظيفه دي ان انت تشتغل تمبرري او لوكم في مكان معين. فبيبقى اسهل لك كتير. انت يو نو ذا هاوس فروم انسايد. ومن السيلينج بوينتس بتاعتك انك لو انت في ميدل اوف بروجكتس، فانت انا والله في ميدل اوف بروجكت فلاني والتايم فريم بتاعي كذا، وفي الباك جراوند انا عملت ميتنجز مع فلان وفلانه ومش عارف ايه، والبروجكت بتاعي هيخلص في خلال سنه. فدي بتبقى تمام. السيلينج بتاعتك. آم، اكتر منها ان انت لا والله انا شغال في المكان وعارف كل حاجه ومش عارف ايه والكلام ده. فبتتكلم على حاجات بارتيكولار بوينتس. تمام. جميل. 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 انت سبقتني وجاوبت على السؤال بتاع اللي انا كنت هسأله لك. يعني is it beneficial، او هل ممكن يبقى مفيد ان انا اشتغل في مكان temporary قبل ما اشتغل لوكم او حاجه، قبل ما اشتغل، قبل ما اخد permanent post في المكان ده. بس انت يعني باين لك سبقتني في الحته دي. اه تمام. طيب بس هو مش احنا. جارانتي، مش جارانتي. يعني انا كنت شغال في مكان لمده 4 سنوات، وبعد كده نزل بوست قدمت عليه ما خدتوش. آم، اللي ده كان داخل قصادي كانت واحده اسوشيت بروفيسور في مايو كلينيك في US، اكسبيرينس كونسلتنت 15 سنه، وانا كان عندي سنه ونص.
عندها 78 بحث وانا عندي بحث ونص ولا بحثين حاجه زي كده. كويس. فهو يعني كانت تكسير عظام. انا كنت رايح تمثيل مشرف. كويس. هو انت لو اللي قدامك دزنانور فانت مش هتعرف تعمل حاجه، بس ستيل دو يور بيست. انت اصلا ممكن حد بيعتذر عن انترفيو الصبح، يعني انت بس تدخل، انت انت عامل البيست ايفورت، فانت بتعمل انفستمنت وظروفك بس. تمام. اعمل اللي عليك والباقي على ربنا يعني. تمام. حلو. طيب، يعني انا هنركز شويه على البيرمننت جوب، عشان هي دي ليفل وحشه زي ما انت قلت. وقلنا خلاص ان انا يعني شفت الجوب بالظبط، وعملت لها كروس ماتشنج مع اهدافي والكلام ده، وحضرت السي في بتاعي وعرفت البانل. فكانت الخطوه اللي بعديها ان احنا كنا نحب نعمل بري انترفيو ميتنج. تمام. جميل. آه ليه؟ انا سعيد انك سالت السؤال ده. انا كنت بسال نفس السؤال ده لمده كتير. انا بص سيدي، الباك جراوند بتاعتي في الانترفيوهات او الكريدنشلز بتاعتي ليه انا بتكلم في الانترفيوهات اصلا، ان انا عملت 11 بيرمننت انترفيو. كويس. تمام. انا بعد ما الانترفيو اللي بحكي لك عليها دي اللي خدتها في المستشفى بتاعتي وما اتخدتش، اخدت الموضوع على صدري. كويس. دخلت تمام. 11 بيرمننت انترفيو، خدت منهم 5 بوستات بيرمننت which ما is شاء الله. extremely difficult in Ireland. ايرلاند اوضه وصاله. كويس. مم. الوظائف فيها مش كتير بالشكل، واحنا عددنا مش يعني عددنا كتير على الوظائف. كويس. فانا خدت الموضوع يعني بالعند، وقلت هخش انترفيوهات، وفعلا خدت 5 بيرمننت جوبس، وخدت 2 تمبرري وواحده بانل. بانل دي معناها ان انت مثلا في 2 جوبس واحنا 5 مثلا، فيحط ايه، 1 فلان، 2 فلان، 3، رسم انت بانل لو حد اعتذر او لو ظهرت وظيفه جديده. فبانل دي يعتبر زي ويتنج ليست. جميل. كويس. وكنت كل انترفيو باخد منها فيدباك، اسال على فيدباك. جميل. لدرجه اخر انترفيو داخلها انا كنت داخلها اصلا وكان معايا وظيفه ثانيه، وكنت خلاص يعني يعني اكسبت الوظيفه، بس قلت اخش الانترفيو دي. ف وعملت فيها كويس جدا. يعني الانترفيو كلها كانت ضحك وهلس وكده، وانا عمال اهزر مع الناس. انا ات كومفورت. كويس. مش ستريس. انا اتقتلت متات قبل كده كتير يعني، بس انا كده كتير. ف فلما كنت دخلت الانترفيو فقلت له بقى عايز فيدباك بتاعي. لا انا عايز اعرف، يعني انا مش اي كانوت سبوت حاجه. فجالي فيدباك ان انت عملت فانتاستيك انترفيو، بس السي او she wants someone worked before in the hospital. قلت له it's fair enough for me. يعني once ان انت قلت لي ان مفيش عندي حاجه need to be tackled او need to change, I'm happy with this. كويس. جميل. ارجع للسؤال بتاعك بقى، انت تعمل ايه لما في البري انترفيو ميتنج؟ وده كان سؤال جميل قوي، وانا عرفته اجابته متاخر. تتوقع انت ايه المفروض الواحد يعمله في حاجه زي كده؟ انا شخصيا صراحه يعني اتخيل ان هو ان انا اعرف البانل، يعني ان انا يبقى مش ما يبقاش اول مره اشوفهم في الفورمال انترفيو، وبالتالي الاستريس هيقل جدا. فبالتالي يعني لما اعرفهم يعرفوني، فما اشوفهم لاول مره غير لما اشوفهم لتاني مره. حاجه تانية، آه، يعني اعرف هم، ممكن اقدر اخد فكره عن انطباعاتهم او توقعاتهم في الانترفيو ديت، واحاول اشوف اذا كان ده يعني هيناسبني او مش هيناسبني، واذا كان في حاجه ممكن احضرها يعني في الانترفيو بتاعتي تفيدني في الجوب ديت، لو انا كين ان انا اخدها يعني، او ان انا حريص ان انا احصل عليها يعني. أمم، تمام. بص يا سيدي، انت جبت اجابه جميله اكتر من اللي كنت بعمله قبل كده. اللي انا كنت بعمله قبل كده لما اروح، بروح اقعد اعرف نفسي وانا فلان ومش عارف ايه والكلام من ده. طيب ماشي، اخبارك وعامل ايه مش عارف ايه كويس، واللي هي الانترفيو فير، و you have equal chances like everyone ومش عارف ايه والكلام من ده. اول اسمع كلمه فير دي بقى بقلق، اللي هي زي ابشر كده. تمام. فاللي تمام. عرفته بقى ان ده مش صح. انت رايح انترفيو، انا والله جاي يعني I want to attend to introduce myself. ده اللي بقوله. لكن ببدأ الكلام انا بشتري ما ببيعش. كويس. انا مش جاي اتكلم عن نفسي، انا افاجئك بنفسي في الانترفيو. كويس.
تمام. بس انا جاي اعرف منك، يعني بحاول استشف ايه الاسئله اللي انت ممكن تسالها لي. كويس. بحاول اعرف ايه الاكسبكتيشن، يعني الاسئله اللي بسالها what you expect from me. So if I started today, what do you expect from me? تمام. فانت believe or not هو هيقول لك بالظبط هو هيسال في ايه. وتقول what you expect from me if I'm working. So I want you to enlighten me what you expect from a new appointed consultant in this post. تمام. تمام. What are the challenges? I'm preparing my presentation مثلا أو I'm preparing for the interview and I read you the report مثلا CQC report أو ال strategic plan أو ال goals and the vision mission of the hospital, but I want some advice from you. What are the burning challenges or what are the deficiencies do you think I would be able to help? So I'm happy to join your team. And if in day one today, what do you expect me, which file you want me to hold. كويس. فتعرف منه مثلا مثلا لو المكان انت رايحه في الترا ساوند ليد او ريسس ليد وانت رايح تقول له انا هعمل لك بروجرام في ريسس، ايوه ما انا عندي ده، انت كده مش نو ادد فاليو. فاهمني؟ تمام. فانت تعرف الناس ايه الفكره اللي هم عايزينها. كويس. ايه الحاجه اللي هم ممكن تفرق معاهم. كويس. جميل. وفي الاخر تقول له is there any final advice you want to give to me. تمام. فدي من الحاجات اللي هي ايه بتفرق. جميل. انت يعني انت خليتني ايه اتساءل كده سؤال بحكم الخلفيه المصريه بتاعتنا. تمام. وهل هم فعلا هيبقوا اوبن لدرجه ان هو يقول لك والله I am expecting او انا عندي deficiency في حاجه زي كده، انا عندي believe deficiency or في not الاريا yes. الفلانيه او believe or not yes. حلو. it's fair. It's very unlikely that someone will mislead you. Okay. Usually there will be يعني pros and cons for this meeting, but believe most of the time whatever question, if you ask the right question again it's like ChatGPT. يعني لو تمام. سألت السؤال صح هتجاوب الإجابة الصح. كويس. تمام. انت بتقول له I'm keen ان انا اجوين التيم واشتغل معاك وكلام من ده. ف فهتلاقي الموضوع لا بتفرق وتلاقي الناس بتساعد. جميل. جميل. هل يعني ده انا فاكر انترفيو ميتنج عملتها و السي او قامت جايبه اللي هي الاستراتيجيك بلان بتاعت النكست 5 يير وقعدت تكلمني وتقول لي عن الارجنت كير يونت هي عندنا هنتكلم عليها ومش عارف ايه. فقعدت اكلمها على انت ساعتها اخدت الموضوع في ناحيتي شويه وقلت انا اشتغلت قبل كده على بروجكت زي كده وكنت بلايز مع الادفانس ترياج مع الديفرنت سيرفيس اوف ذا هوسبيتال هاو تو ديفيوز ذا ايمرجنسي ودي كانت الكوهرت اوف انترست بتاعتي. فكنت ايه عملت شويه بوندز والحكايه دي فرقت معايا و I was appointed to this job. انا ما خدتهاش بعد كده بس ايه دي فرقت معايا. تمام. حلو. جميل. هل ده بقى هيخليني بقى ايه احط هنا question mark او يعني علامة تعجب شوية انه هنا حضرتك بتتكلم على ناس عندها strategic plan، يعني إدارة مستشفى أو إدارة مكان عندهم strategic plan، وده most likely يعني هنشوفه في يعني في بره مصر في يو كي في ايرلند ما اعرفش استراليا يو اس اي يعني اظن ده جزء من خلينا نقول الجوب ديسكريبشن بتاع المانجمنت تيم عامه. آه، و- وده هيخليني يعني ايه في مصر يعني الحاجه دي مش موجوده تقريبا يعني بلاش هي يعني خلينا نبعد عن مصر عشان هيظل برضو ان ده اتس جود اكسرسايز ان انت تعمل حاجه زي كده وتدور على اضعف الايمان خالص انك تدور ايه اللي اتكتب في الصحافه على المستشفى دي. تمام. كويس. انا احب اقول لك ان انا فاكر مره ان انا كان جاي لي انترفيو في الكلام ده من حوالي 12 سنه 11 سنه حاجه زي كده في مستشفى في جنوب السعوديه. كويس. تمام. دخلت وقعدت ادور على المستشفى ما لقيتش معلومات كتير عنها بس لقيت معلومات عن البلد.
تمام. المعلومات الظريفه اللي أنا عرفتها ان البلد دي او المدينه دي انضمت للسعوديه كمملكه بعد ما اعلنت السعوديه بحوالي سنتين ثلاثه. تمام. كويس. فلما قلتها للانترفيور الراجل بيقول لي انت بتقول لي حاجات انا ما اعرفهاش. دي كانت فارقه ان انا I did my homework، انا بذاكر حاجه زي كده. او هو بقى يعني ممكن he perceived it as ان انا عندي معلومات اكتر او ان انا مطلع او كده يعني. كويس. فدي there is a lot of channels ان حد شغال هناك اتكلمت معاه، دورت في الميديا، دورت على السي كيو سي او وزاره الصحه قايله ايه على المستشفى هنا او كلام من ده. انت عارف مثلا الورك فورس بتاع المكان كام ريجسترار كام اس اتش او كام كونسلتنت، والحاجات دي هتلاقيها على الويب سايت بتاعتهم، او لو حد من انسايد ذا هاوس هيقول لك عليها. تمام. حلو. ده برضه هيخليني احط كده يعني يعني ايه رساله لاي حد ان بوزيشن في المانجمنت بالذات، يعني في مصر دي اريا من خلينا نقول اريا اوف امبروفمنت، حاجه من الحاجات اللي المفروض نحسنها، ان احنا يبقى عندنا حاجه خطه واضحه للتحسين او الاستراتيجيك بلان ل what are the next steps يعني اللي احنا ناويين عليها كإدارة، يعني سواء بالنسبة للطوارئ أو بالنسبة للمستشفى. وما أظنش حد يعني هيبقى عنده مشكلة إن هو يعرض الخطة بتاعته، especially لو هي خطة طموحة وهو عايز ينجح، وبالتالي هو لازم يشارك الخطة دي مع الناس. وده رول يعني احنا بالنسبة لنا في مصر يمكن متعودين على الرول بتاع التيم ممبر مش التيم ليدر. أظن ده جزء من التيم مانجمنت أو من التيم ليدنج أو من الليدرشيب، إن أنا يبقى عندي بلان، خلينا نقول فريم، يعني مش لازم تبقى خطة محكمة بس على الأقل يبقى عندي فريم، بحيث إن أنا لما يبقى عندي نيو ممبر في التيم أو يبقى أنا قادر إن أنا أحط له expectations، سواء بالنسبة له على المستوى الشخصي أو على مستوى الشغل، وبالتالي نكبر كلنا مع بعض يعني. ده انت بتتكلم في كلام عالي، ازاي يكون عندي فيجن to progress و accommodate new member team and give them a clear instructions. انا كنت شفت فيديو مره بيتكلم على التراست والكلاريتي اوف انستراكشن، ان كان في مدير موقف واحد على كرسي كده من الفريق بتاعه في الشركه، بيقول عشان نثبت ان احنا بنثق في بعضنا ومش عارف ايه، احنا will hold you when you fall down. فانت ايه هنعد ثلاثه وانت تقوم ايه مايل واحنا هنهولد يو. كويس. فهو مغمض عينيه والناس واقفه وراه مشبكين ايديهم كده اهو. كويس. قال له هنعد واحد اثنين ثلاثه وانت سيب نفسك واحنا هنشيلك. فواحد اثنين ثلاثه ساب نفسه قام نازل لقدام ما نزلش لورا. احنا كده حققنا اول جزء في الموضوع اللي هو ايه، احنا تراست ايتش اذر وبليف ان ايتش اذر، بس من اتس نوت كلير انستراكشنز. فانت جزء من اللي انت بتقوله ده اللي هو ايه الكلاريتي، ان انا كتيم ممبر او تيم ليدر سوري، انا عندي فيجن شيرنج وذ يو از نيو تيم ممبر، فاحنا كده هنتحرك مع بعض او بروجريس توجذر. جميل جميل. حلو. انا يعني هرجع تاني بقى للسياق بتاعنا في الانترفيو، يبقى انا كتيم ممبر بقى انا عرفت الرول بتاعي او على الاقل الليدرشيب بتاعت المكان اللي انا رايحه، فانا عرفت الرول الاكسبكتد مني في البري انترفيو، وقدامي مثلا خلينا نقول فتره اسبوع اسبوعين قبل الفورمال انترفيو. هل في حاجه معينه احضرها او اعملها في الفتره ديت؟ ده كلام جميل، ده كلام جميل. انا عندي اسبوعين ثلاثه وده الافريج. انت بتبقى عندك حوالي مينيمم 3 اسابيع، المفروض الفورمال 3 اسابيع بتوين الشورت ليستنج، وان بعد يتبعت لك ايميل ان انت هتحضر انترفيو والاكشن انترفيو. ده كلام جميل. 3 اسابيع دول بقى ايه تعمل فيهم ايه؟ كويس. عندك بقى مصيف تطلع صيفه، وعندك خروجه حلوه تطلع تخرجها قبل ما تخش على الانترفيو. يا ابني الانترفيو دي حاجه صعبه. اهم حاجه ابعد عن الاستريس وغني له. الجميل بقى الاستريس ده، حاول يعني هو فعلا ستريس، هو فعلا ستريس وي كانوت ديناي. بس انت لما انت واخد الموضوع انا كنت بقول للناس I like the interviews, I like meeting people. انا كنت باخدها بالشكل ده، وكنت بحاول as much as I can يبقى في sense of humor مره او اتنين على الاقل، يبقى انا ايه بضحك. يعني انا فاكر مره كنت حاضر انترفيو وبعدين كانت فيرجوال انترفيو، وبعدين
كان في واحد من الناس عنده نويز في الباك جراوند، فالمودريتور بتقول له can you please mute yourself. قلت لها can I do this the same please can I do the same. فاللي هو ايه، انا كمان انا اعمل ميوت، انا الله يرضى عليك زميلي. كويس. فانت عندك الثلاث اسابيع دول بقى دول فيري فاليبل تايم، هتعمل فيهم كالاتي 3 حاجات مينلي. كويس. اول حاجه you will do the homework of studying the whole hospital needs, preparing the pre-interview meetings, and what do you think you add to the place. كويس. ده أول حاجة. تاني حاجة بعد الهوم ورك بتاعك، ودي المهمة جدا بقى، لو في برزنتيشن هتعمل برزنتيشن حلوة. كويس. أنا مش عايز أحط ستريس عليك، بس أنت محتاج تعمل برزنتيشن حلوة. ليه؟ إن ده لما كنا أقول لك مثلا داخل امتحان حلو، وبعدين أنا صرفت لك سؤال من الامتحان، فهم نو اكسكيوز انك تجاوبه غلط يعني مش هينفع. حلو. فهو ده سؤال متسرب من الامتحان اللي هو الانترفيو دي، اللي هي سوري البرزنتيشن. والبرزنتيشن احنا اجين ما عندناش السكيل ان احنا نعمل برزنتيشن حلوه، احنا ساعات كتير بتبقى ديفييتد عن التراك. ف thanks to the AI now you can use AI legitimately and an ethical way to put your ideas in a beautiful well coherent frame. يعني تحط الشغل بتاعك بس تحطه في فريم حلو. تمام. ستيل البرزنتيشن نفسها الاي اي لوحده مش هيعمل حاجه، انت محتاج ان انت تعمل الحاجه وترجعها وبعد تبعتها لحد تاني. احنا we don't think in English، يعني انت لو اديتها لابنك يرجعها هيبقى احسن. كويس. احنا بنفكر بالعربي بعد كده نترجم بالانجليزي، ودي مشكله كبيره عندنا. احنا الجيل بتاعنا خلص، فاحنا الحمد لله يبقى دي احسن حاجه ان احنا ايه خلصنا على الجيل. لكن انت محتاج لو حد نيتيف انجلش نيتيف سبيكر تبعت له الحاجه دي يراجعها. ان احنا كتير احنا بنقول الكلام واحنا بين بعض فاهمينه، لكن الناس دي الكلمه دي في السياق ده مش بتحمل المعنى ده. يعني هو الانجليزي كجرامر مثلا هو ماشي، بس هو انت كده مش فاهمه. انا فاكر كنت اديت حاجه لواحد يراجعها لي، فاخد كلمه اللي انا كاتبها وحطها في جوجل وكتب ايه which context we use this word. كويس. عشان نشوف الدنيا ماشيه ازاي. لا الموضوع ما هوش سهل. مش بحاول اعقد الناس، بس بحاول ايه ان احنا نحاول نعمل ايديال وورك. كويس. جميل. احنا بنتكلم simplified as much as I can. يعني انا مش عامل بريبريشن النهارده قبل ما ادخل، ما كنتش عايز اقول باز ووردز كتير. انا عايزين نتكلم ايه، احنا بنتكلم ليفل زيرو واحنا طالعين ان شاء الله المره الجايه، او لو عملنا كورس بعد كده يبقى حاجه اللي هي ايه، حاجه ايه كوندنسد، حاجه يعني زي ما يقولوا ايه حاجه مكثفه وهاي دوز. تمام. جميل. فيبقى احنا اتكلمنا على حاجتين، البريبريشن بتاعك اللي هي الهوم وورك اللي هو الاستادي والريسيرش والحاجات دي، وتاني حاجه البرزنتيشن، ودي ليها ممكن نعمل لها يوم لوحدها. معظم البرزنتيشن بتبقى تكلمني عن الفيجن بتاعتك as a newly appointed consultant for the next 5 years في المستشفى الفلانيه. تمام. العنوان ده هو بيحمل 3 حاجات: الفيجن اللي هي بتاعتك. كويس. الحاجه الثانيه 5 years ده التايم فريم. ثالث حاجه للمستشفى دي. انا مش عايزك تقول لي حاجه جينيريك، ان دي بتبقى يعني الجينيريك دي اللي هي اي حاجه يعني يونيفرسال ممكن تمشي على اي حد. كويس. لا انا عايز حاجه سبيسيفيك للمستشفى عندي، وعايز الفيجن بتاعتك انت. كويس. والفايف يير يبقى التشالنجز اللي عندي. دي ال3 حاجات، دي ال3 كومبوننت اللي بتعملها. الحاجات اللي انا بعملها بقسمها بيلرز. انا والله هتكلم على الاديوكيشن والتريننج كذا، الكواليتي والانوفيشن كذا، الكلينيكال كذا. ف3 بيلرز بتكلم عليهم. من الحاجات الجميله اللي حد زمايلنا عملها وكانت برضو من الحاجات الاوت ستاندنج، اللي قال لك ايه والله احنا النهارده السيرفيس بتاعتنا بالشكل الفلاني، خلال 5 سنين انا متوقع ان احنا نبقى كذا، نبقى ليدنج سنتر في التروما، نبقى احنا one of the major centers في التريننج، يبقى عندنا فيلوشيبس في 3 سب سبيشاليتي على الاقل. فاللي هو نقلني من النهارده ل5 ايام، 5 سنين سوري، ده اللي انا عايز اوصل له، وخلال ده هعمله ازاي. تمام. فكانت برضه من الحاجات. طيب يبقى دي تاني حاجه اللي هي البرزنتيشن. تالت حاجه بقى دي المهمه، الريهرسال. يعني انا فاكر قبل كده ان انا كنت اول انترفيو دخلتها وقعدت اتكلمت ومش عارف ايه وكده، وبعدين مش فاهم ليه ما يعني ما كانتش حلوه.
وبعدين كنا قاعدين خارجين بره مع ناس اصحابنا، فبجاوب سؤال فكده، فقلت الناس ايه وانا بجاوب السؤال لما قلت لهم يعني ايه في اسئله، السؤال اللي جالي كذا قلت فيه كذا، الناس بورد وكل واحد عمال يلعب في موبايله واللي مش عارف ايه والكلام ده. ما هو اكيد البانل نفس القصه كده. فانت لو انت بتتكلم وانت مش حاسس بالكلام اللي بتقوله، او عمال مونوتونس او لوكس سكريبتد، why you do care if you don't care. كويس. فالريهرس وهو انت رايح تأدي، انت مش رايح تقول، انت رايح تأدي. فانا ايه، انا والله لا، الموضوع ده يعني خد مني كتير قبل كده وفكرت فيه، والكوتشن ده فعلا the very valid question for me. To be honest with you, I don't know the right answer, but كده تحسسني في حياة. كويس. وان انت اتقتلت القتله دي قبل كده، او انت الموضوع ده عدى عليك قبل كده. يعني من السكشنز بتاعت الاسئله اللي بتيجي حاجه اسمها سايكومتريك تيست. سايكومتريك تيست دي اللي هو اديك سيتويشن، اقول لك مثلا ايه، ان في اتنين جايين حصل كونفليكت بينهم وبين بعض، روح حله، والاثنين كبار سينيورز عنك. كويس. او اقول لك قول لي على سيتويشن انت you faced an ethical dilemma or ethically challenging situation and you sorted this one، او conflict. فده انا بقيس الاتيتيود، بيهيفير، بيرسوناليتي، الكابابيلتيز بتاعتك، البيرسونال كاركترستكس. كويس. فانا بقيس حاجات كتير من السيتويشن ده. حلو. كونك بقى تيجي تقعد تحكي لي موقف، تقعد تحكي لي في موقف دقيقتين، وانت تقول لي في الاخر انا والله ايه عملت نون جادجمنتال نون كونفرونتيشنال ابروتش. ايوه، انا كنت عايز اعرف بقى الحته دي، الكلمه انت بتقولها عملتها ازاي. فانا عايز الموقف نفسه يبقى 30 ثانيه ودقيقتين انت عمال تقول لي ايه دايسكتنج اللي انت عملته واللي اتعلمته من الموقف ده. كويس. فانا كل مشكله بتحصل عندي في الطوارئ يعني اون ديلي بيزس، والمشكله بتحصل اهي وانا بحاول احل فيها، وات از ذا ليرنينج بوينت. فده الاتيتيود اللي انت عايزه في الانترفيو. انا باخد الانترفيو نفسها، انا كنت بقول للناس كده في الانترفيو، بقول لهم this interview is a learning opportunity for me. كويس. فانا بحاول to improve myself and to help my colleagues. انا كنت بقول كده في الانترفيو. كويس. فانت محتاج الريهرسال ده ليه؟ لانك عايز تطلع باوبتيمم انسر وذ تايم فريم من دقيقتين ونص لثلاث دقائق، وانت قايل فيها كل اللي انت عايز تقوله من غير حرف كتير ولا لك كتير ولا عجن، بس انت قايل حاجات كويسه، وفي نفس الوقت فيها حته انجريدينت مهم جدا اسمه واتس ان ات فور مي. بمعنى ايه يا عمر؟ لما اجي اقول لك مثلا انا بروفيسور في الجامعه وانا تريبل سيرتيفايد وانا عندي اكاديميك مش عارف ايه وريسيرشز 20 مش عارف ايه وكلام من ده، ايوه انت جميل على نفسك. واتس ان ات فور مي، انا كصاحب عمل هعينك ليه؟ تمام. كويس. فانت بقى لو قلت لي بعد الكلام ده so I see that your hospital is starting in the last few years to implement a new techniques and starting to have a lot of state of art in many fields. I will combine my skills and my experience in research and supporting the team in building their cases and running systematic reviews and doing prospective studies. And from the exercise I've done or from my field research, I think I'll be able to support your team in running a lot of studies. كويس. فانا ربطت الاكسبيرينس بتاعتي بنيد عندك. جميل. كويس. تو سمرايز اجين، انا طولت عليك في الحته دي معلش. اول حاجه انك هتعمل بريبريشن، هتذاكر الموضوع. تاني حاجه هتعمل البرزنتيشن بتاعتك. اخر حاجه تعمل ريهرسال. البرزنتيشن بتاعتي اللي انا عملتها في مره احد الانترفيوهات عملتها 11 درافت. كل شويه اقوم عامل الانترفيو بعتها لواحد، يقوم باعت لي حاجات، سوري البرزنتيشن، اقوم مصلح فيها، اقوم باعتها لواحد. فان اخر واحده بص على اول واحده لقيتهم ما لهمش علاقه ببعض. بس انت بدات وبعدين وصلت في الاخر لحاجه انت هابي ويز and most of the people happy with. حلو. جميل. جميل جدا. جميل جدا. آه يبقى درست المكان والفاليو اللي انا هقدمها للمكان ده، عملت برزنتيشن، والبرزنتيشن ديت قعدت بقى اعيد وازيد فيها مع نفسي او مع حد، مش ويفضل اظن مع حد تاني مش مع نفسي بس. ايوه. وعشان في الاخر نوصل ل اوبتيمال
خلينا نقول برزنتيشن او اوبتيمال بريباريشن للانترفيو دي. تمام. تمام، حلو. جه يوم الانترفيو. ما تروحش، اوعى تروح. هعمل نفسي ميوت وهمشي واتفرج. اقفل الموبايل صحيح الطيران واهرب انت. تمام. طيب هم بيقول لك دريس تو امبريس، دي اول حاجه. البانكتشواليتي ما ينفعش انك تروح متاخر، ما فيش فيها حاجه زي كده يعني. كويس. لو هي زوم او فيرتشوال، خليني اقول لك بقى على شويه امثله قلناها قبل كده، بس الاتيكيت بتاع الفيرتشوال انك تتاكد من اي تو اي كونتاكت، ودي صعبه مش سهله. يعني انا دلوقتي انا حاطط ورقه صغننه كده فوق هنا اهو عشان افتكر الكاميرا. كويس. ومع ذلك ما ببصش على الكاميرا كتير، بس اتس الاود ان انت افري ناو اند ذن هتبص بره، هتبص بعيد، بس يعني كل شويه تبص ايه الورقه دي او ايه الستار دي او اي مكان ده، او في عندك كاميرا بتعمل فلاشنج تبقى ظريفه. كويس. جميل. اللابتوب ما ينفعش يبقى عالي عنك او واطي، فانت محتاج حاجه تبقى ايه في الليفل بتاعك. كويس. الباك جراوند، يعني انا لا افضل الفيرجوال باك جراوند، لان انت لما تيجي تتحرك كده انا مش عارف، يعني عندي نوعا ما معقوله دلوقتي، بس انت ممكن تتحرك تلاقي ايه الحاجه بتختفي، يعني في قلم في ايدي مثلا بيظهر وبيختفي. تمام. كويس. في عندك جرين سكرين، ودي حاجه انا شايف برضه اللي هي لازم قد كده، فانت تخلي عندك وراك باك جراوند عاديه. يفضل اوفيشال باك جراوند، و في مثلا زرع او حاجه الاضاءه كويسه فرونت وباكورد، ما يبقاش في اضاءه جايه من جنب واحد والنص تاني مضلم. الاي كونتاكت، اتكلمنا على انك الراوتر بتاعك او النتورك سورس يتفتح ويتقفل، تعمل له ريستارت، تعمل له اوفلود. الحاجه الثانيه اللي بعد كده ان انت تميك شور ان ما يبقاش جاي لك دليفري ولا جاي لك حد ولا كلام من ده، وانت قاعد في مكان كويس سيف. عندك باك اب بلان، عندك ايباد احتياطي او موبايل احتياطي لو الدنيا قفلت. الفريم نفسه يبقى بالعرض كده، ما يبقاش بالطول. فدي الحاجات بتاعت تيست المايك، تيست الفيديو سيتنج بتاعك، وتدخل قبل الانترفيو ب5 دقائق فقط وتبقى قاعد مستني. كويس. وتبقى توصل اللابتوب بتاعك على الباور، ما ينفعش تقعد على بطارية. حلو. تمام. دي الحاجات اللي هتعملها يومها. او ان انت لو انترفيو في مكان فيزيكال، فيفضل انك تروح تزور المكان، ما ينفعش تروح يعني ده اللي بعمله. انا بروح يوم قبلها او اسبوع قبلها، اروح اشوف المكان فين والباركينج فين، يعني هركن فين واقعد فين ومش عارف ايه، وبروح قبلها بنص ساعه، يعني لو هاف ان اور اتليست ان أنا اكون في المكان. كويس. بعد ما رحت زرت المكان وعرفت مثلا لو الساعه 2 او كده هو الزحمه، فده الوقت اللي انا بروح فيه وبقعد ايه اجرب المكان يعني. تمام. الحاجة صغيرة بس، هو كان تقريبا دكتور أحمد حاول يدخل. ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اخباركم ايه؟ الله حبيبي. يبارك لك. ازيك يا منور بسوم؟ ازيك والله. يا عمر؟ الله يخليك. ازيك يا أخو أحمد، عامل إيه؟ بص يا دكتور خير عصام، ونعم الحمد لله. احنا بنعمل عرض دلوقتي ان بتكلم على الانترفيو فور فري، بعد كده يبقى الكلام ده بفلوس. الله 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 الله. طيب، إحنا وصلنا عند النقطة بتاعت يعني الحتة بتاعت خلاص يوم الانترفيو وهدخل على الانترفيو، وقلنا لو هو فيرتشوال أو اسمه إيه ده فيس تو فيس. وانت صراحة يعني علقت على نقط مهمة جدا، اللي هي التحضير بتاع اليوم نفسه، يعني بالذات لو هو حاجة فيرتشوال. لأن الفيرتشوال يتميز، أو أحد عيوبه يعني إن هو الانتربشنز فيه ممكن تبقى مزعجة وسخيفة. وبالتالي تيستنج الاكويبمنت، اتاكد ان انا كل الالارمز بتاعتي يعني اي انتربشن ممكن يحصل، ان انا احاول افويد اي انتربشن ممكن يحصل. والحاجه التانية ان انا اتاكد من الصوت، المايك، الكاميرا، الحاجات ديت يعني تفرق جدا معانا. طيب وقلنا لو فيس تو فيس، صراحه ربنا يبارك لك، اتكلمت برضه في تيبس اند تريكس لطيفه، ان انا ممكن ازور المكان اللي انا رايحه، مش او اللي انا هروحه،
ابقى عارف على الاقل الاورينتيشن، الباركينج فين، المكان اللي انا هوصله. آه، وده حصل معانا شخصيا في مشكله في احد الاماكن برضه، لما حاولت ان انا كان طبعا عندي انترفيو، وبصراحه ما رحتش قبليها. دي كانت احد الليرنينج بوينتس. ما رحتش قبليها، رحت في نفس اليوم، وفوجئت ان انا مفيش باركينج سبوت هعرف اركن فيها في حوالين المستشفى. فاضطريت ان انا اركن نص ساعه بعيد عن المستشفى، وتاخرت عن ميعادي، وكان يعني حاجه ورايح بقى ايه في عز الشمس وعز الحر. فرايح بقى بعد ما كنت مهندم ومشغل تكييف العربيه، وصلت يعني انسان كائن تاني خالص يعني. اشعث اخبر. آه. دي من الحاجات الكويسه قوي. واحب اقول لك ان في حد زميلنا كان رايح امتحان، كان في تركيا، والامتحان ضاع عليه. هو رايح بدري، هو مشكلته ان هو وصل البريمسز بتاعت الامتحان، بس مش عارف اني بيلدينج، واللانجوج بارير ما عرفش يوصل كويس. it doesn't worth the hassle. يعني انا اروح يوم قبلها، والراجل صرف بتاع 10000 ريال ساعتها عشان يروح الامتحان، والامتحان ضاع عليه. ما فيش كويس. فلا، انت الواحد يروح المكان الاول ويعرف الدنيا ماشيه ازاي وكلام من ده. جميل. نقطه ثانيه افتكرتها دلوقتي في التكنيكاليتي بتاعه الفيرتشوال انترفيو. انت للاسف الشديد زي السواقه، انت مش مفروض ان انت to avoid doing mistakes او making mistakes only، لا to care against others mistakes as well. يعني انا في الانترفيو، في الفيرتشوال انترفيو، كان راجل يعني هم مثلا قدامي 4 5 ويندوز كويس، وفي مثلا المين بانل قاعدين في مكتب كويس، فواحد قاعد في النص، وواحد قاعد في الجنب، والتاني قاعد مش عارف، فواحد قاعد بقى في الطرف خالص كده، وصوته واطي، وكل ما يسال سؤال ادم مش سامعه كويس. فهو انا بعد ما سمعت السؤال فقعدت اجاوب فيه، وبعد مثلا سابني دقيقه كده قال لي this is not my question كويس. فيبقى انت بعد كده في حاجه زي كده تقول ايه لما يكون الصوت واطي او انت مش متاكد؟ so what I understood from you, you are asking about كذا, is this right؟ تمام. وتقول له excuse me I cannot hear it, if you don't mind to rephrase it or bring a mic near to you، وتفهمه ان دي انا مش فاهم، مش سامع السؤال، وخلصت يعني. انا الكومنت ده حتى اتقال لي من الريست اوف ذا بانل ان هو فعلا يعني هو صوته واطي وهو بعيد عن المايك. جميل. rather than انك توتر نفسك، وان انت تقعد تجاوب تاسيوم ان هو سأل حاجه وتبقى شكلها بايخ، وان انت مكسوف تسال، لا انا مش سامعك. تمام. تمام. حلو. يعني بالذات يعني في الفيرشوال، انه احيانا ممكن يبقى الصوت فيه مشكله، وبالتالي الكلوزد لوب كوميونيكيشن في الحته ديت، والسمرايزنج هيبقى مهم كلاريفاي. لتوضيح مهم لتوضيح السؤال، وطريقه الرد عليه ما تتفهمش غلط قوي. يعني ما تقولش اجابه مش موجوده مش موجوده في السؤال اصلا. جميل. حاجه صغيره بس، انا طبعا ما عنديش الخبره او ما عنديش العلم بتاع الانترفيو زيك. انت ما شاء الله يعني مذاكر الموضوع، واخد الموضوع جد يعني. فاهم، انا عندي يمكن شويه خبره، وكانت اي حاجه بتتعمل كانت بتتعمل بعفويه، ما اعرفش كانت صح ولا غلط. لكن انت برضه تصححني يعني. النقطه اللي عايز اقولها، لو انتوا تسمحوا لي اضيف يعني، في حكايه الفيرتشوال انترفيو، لان انا حسيت انها كذا مره بتفرق، وبالذات سمعتها من ناس قدام. اما حضرت كذا مره الناشونال انترفيو بانل بتاع الترينيز في يو كي هنا، كان لما يكون عندك تو سكرينز خلاص، وانت باصص ناحيه سكرين مش ناحيه الكاميرا، انت مهم ان انت توضح، سواء انت الانترفيور او انت الانترفيوي بقى او مثلا اللي بيأتند يعني. مهم ان انت توضح ان انت there are two screens وانا I'm looking at one screen without camera، عشان الشخص ما يبقاش متخيل ان انت مش باصص له. فاهم، هي نقطه صغيره بس ايه مهمه. وفي ناس كانت عامله فيدباك ساعتها، قالت ان اللي بيعمل انترفيو تو سكرينز بيبقى يعني في ناس بتاخدها ليس فيفوربل لو هو الاتندي، لان كده معناها ان هو ممكن يكون فاتح حاجه تانية. ده كلام صح. فاهم قصدي؟ بس هي دي النقطتين الصغننين يعني، وبرضه كل ده بيزد على اكسبيرينس، مش بيزد على نوليدج او على حاجه تيتشنج.
تمام. تمام. النقطة اللي أحمد قالها نقطة جميلة جدا، نقطة فاليد. لو أنت عندك مور ذان وان سكرين، ايديلي لو أنت جاي تحضر انترفيو أنت كانديديت، ما ينفع أنا مش شايف راشونال يبقى عندك تو سكرينز و not acceptable و it looks a bit suspicious, so I wouldn't advise anyone to do. كويس. لو أنت في البانل عندك تو سكرينز محدش هيحاسبك يعني كويس. انت ممكن تونيتيفاي او تفهمهم كده ان مفيش اي كونتاكت والاي كونتاكت، او مثلا دايركت اي كونتاكت. ستيل اللي بيسال سؤال بيشوف الكاميرا فين ويسال السؤال بتاعه، لان هو انت الوقت اللي الكاميرا بتموف من واحد لواحد هو الوقت اللي هو بيتكلم فيه. وانس اتكلمت ووقفت كلام خلاص الكاميرا بتنقل من عليك وبتروح على حد تاني زي ما احنا بنتكلم دلوقتي كده. تمام. كويس. تمام. حلو. جميل. طيب هل ما اظنش ان الاسئله او الفلو بتاع الانترفيو هيختلف ما بين الفيرتشوال والفيس تو فيس، ولا انا ولا انا فاهم غلط؟ لا هو انت فاهم صح. نفس السيكونس. It's meant to be fair, meant to be standard. لو في عندك 10 بانل كل واحد ليه سؤال هو يسأل السؤال بتاعه، تمام. مش هينفع يسألك سؤال ويسألني سؤال تاني، مش هينفع. وممكن يسألك توابع للسؤال بتاعه، يعني ديك داون مور، او يقول لك طب هتعملها ازاي، طب انت عملت حاجه زي كده قبل كده، طب مش عارف ايه، ويقعد يفعص في السؤال بتاعه حقه. تمام. لكن هو السيكونس نفسه ثابت، كل واحد هيقول نفس السؤال، كل واحد هيقول نفس البتاع، والكومنت في الاخر هيتعمل ايه كولكتيفلي وبيتاخد جريدنج كده. تمام. طيب ايه اهم المحاور او المحاور اللي ايه هنتسأل فيها، او اللي انا كشخص رايح الانترفيو هتسأل فيها؟ معلش هسمح لي هفصل دورين هنا عن بعض، او هسأل على دورين. الدور الاول لو حد رايح ميدل جريد، ماشي، وده معظم الشباب اللي طالعين لسه حديثا. والدور الثاني لو حد جاي على كونسلتنت بوست او على هاير بوست. انت بتقول كلام محترم يا ابني، والله بتقول كلام محترم. يعني دي الله برضو يبارك. بلايند سبوت عندي، ان انا كنت اركز اكتر على الكونسلتنت ومش هتكلم عن الميدل جريد، بس دي حاجه جميله. طيب خلينا نتكلم عن الميدل جريد الاول، ان دي من الحاجات اللي هي الظريفه. يعني الجود نيوز هنا ان لو انت جاي لك انترفيو ميدل جريد، انت في الغالب التشانس بتاعتك عاليه. انت في الغالب انا عايز واحد انت فواعلي بالنسبه لي، فانا هجيب واحد فواعلي. انت راجل بتشتغل حلو، انا هجيبك، خلص الموضوع. كويس. تمام. البرزنتيشن بتاعك بقى حلو قوي مش حلو قوي، هو الراجل ده اشتغل في الفيلد وعنده اكسبيرينس كويسه وبقى له كذا سنه وبروجرس من كذا لكذا. الحاجه اللي تفاضل بين باسم وعمر مثلا ان ايه، ان باسم بقى له 15 سنه اس اتش او، وعمر كان انترن بقى اس اتش او، بقى ايه مثلا ايه بقدم على وظيفه ريج. وباسم بقى له 15 سنه اس اتش او وجاي دلوقتي، لا انا هاخد واحد بروجريسنج راذر ذان واحد عنده لونج ستيشنري كارير. كويس. تمام. دي الحاجه الوحيده اللي ممكن تفرق في حاجه زي كده. طيب نرجع تاني للانترفيو بتاعت الميدل جريد. الميدل جريد الانترفيو بيبقى فيها جزء كلينيكال، جزء ادمنستريتيف، وجزء السي في بتاعنا. السي في ده ثابت مع كل الناس. نبدا بيه في الاول. توك مي ثرو يور سي في. ده كان بيرمننت، تمبراري، كونسلتنت، نون كونسلتنت، اي مكان. لو جاي اقدم على وظيفه خباز اقول لك كلمني عن نفسك. تمام. بس اللي هيفرق بقى انت كميدل جريد هتتكلم بشكل، والكونسلتنت هتتكلم بشكل تاني. تمام. الميدل جريد انت بتتكلم كرونولوجيكال وتمشي، والله انا خلصت التريننج بتاعي كذا واشتغلت كذا وترقيت بعدها كذا وكنت بشتغل حاجات الكلينيكال بتاعي كذا والنون كلينيكال كذا كده يعني. تمام. بعدها هتسأل سؤال كلينيكال، او موستلي سؤالين بقى، سؤال ميديكال وسؤال تروما او نون ميديكال. السؤال الميديكال بيبقى في الغالب اي سي جي. كويس. او سيبسيس، بس بنسبه 70% بقى اي سي جي. هنجيب لك حاجه من الحاجات زي حاجه زي ويلن سندروم. لو هي امتحان سيمبل جدا هنجيب لك حاجه اس تي اليفيشن. هنجيب حاجه مثلا زي ترايفاسيكولار بلوك او اللي هو ويلن، سوري قلنا الويلن اللي هو الولف. تمام. فهجيب لك حاجه من الحاجات الفيموس اي سي جيز يعني، ويديك عليه سيناريو، ومثلا لو دخلت مع السيناريو ده شويه سيبسز وكده ويبقى شكله ظريف. تمام. لو احنا بنتكلم على اس اتش او ليفل ممكن نجيب حاله دي كي اي او حاله سيبسز. فدي بتبقى الحاجات الكومن. كويس. يبقى في الغالب بتبقى حاجات ريسس.
وبعد كده الحاجه التروما او اللي هي الريسستيشن بقى، ممكن مثلا حاله في تاك وهتعمل معاها ايه، طب مش عارف ايه، وتدور بقى على الكوز بتاعها وكلام من ده. فبيبقى الحاجات في الغالب بتبقى ستريت فورورد. انا بس عايز اتاكد انك سيف فيزيشن، عارف المين جايد لاينز وين كرايتيريا، you know your level, your limitation, you will ask for help. ما عرفتش دوز، يعني ممكن I might stress you during the interview، اقول لك مثلا ايه، طب هتديله ايه؟ اقول لك والله هجيب الجايدنس بوك بتاعنا بتاع الريسس، واخلي حد من التيم بتاعي ريفيو. طب انت ستاك مع البيشنت مش عارف تعمله، والله يكلم الاي سي يو يجي يساعد معايا في الانتيوبيشن او يساعد في الاستابلايزنج ذا بيشنت. طب انت مش عارف الميدل اوف نايت، اكلم الكونسلتنت بتاعي. يعني تفهمني انك يو نو يور ليميتيشن وعندك سيتويشن اويرنس. تمام. تمام. ده كده جزء الكلينيكال. النون كلينيكال في الغالب بيبقى سؤال على الكوميونيكيشن والكونفليكت ريزوليوشن والمانجمنت. فالكوميونيكيشن مثلا اقول لك ان في عندك حد difficult referral، او في patient complaining، مريض عايز يمشي، في الحاجات اللي هي في الغالب بتاعت الاوسكي اكزام الماركيما ولا فدي تمام. بيبقى ما فيها اي حاجه كبيره. يعني ممكن بريكي باد نيوز جاء قبل كده، كلمني مثلا انت في واحد جه النيرس بتقول ان هو سميلنج الكحول، هتعمل ايه؟ فانت بقى عندك التركه بتاعت السeniority شويه، ان دي still allegation، فانا I wouldn't decide upon the allegation. I need to validate this either myself or ask some of the governance colleague او the risk management colleague ان هو you sort the problem. I might ask help since I am newly appointed to the post, so I'll ask what to do in this situation. I'll be sensible. Confidentiality of my colleagues are paramount, and my main item is the patient safety. فبتقول الباز ووردز بنسميها التوبيك فوكابلري، ان البيشنت سيفتي اول حاجه، دكتور ان ديفيكالتي بتعمل ساين اوف سبوت للموضوع، وبعد كده الاكشن بتاعك على الشورت تيرم واللونج تيرم، اديني ستراكشر كويس. تمام. ده كل اللي انا عايزه الميدل جريد، ان هو يكون عنده البيزك نولج للحاجه. لو في مشكله حصلت، اول حاجه اقولها اوبن ديسكلوجر، duty of candor. لو في communication problem يبقى انا السكيلز بتاعت communication active listening, showing sympathy, negotiating on the decision, او negotiation of solution, compromising but I wouldn't compromise the patient safety. حاجات زي كده. فدي دي المين essence behind the middle grade interview. تمام. يعني اسمح لي يعني سمرايز، اعمل لك كلوز لوب كوميونيكيشن سمرايز وعلق عليه يعني في كميدل جريد، انت كمستشفى او كاداره مكان، انت محتاج حد فوعلي يعني اكتف، مش عايز حد يعطل لي الدنيا او يعطل لي الشغل. الحاجه الثانيه عايز حد سيف على البيشنت اهم حاجه، وعلى الشغل كانفايرمنت او كتيم يعني عامه باختصار. جميل. هل في حاجه يعني هل انا يعني خليت بالسمري بتاعي ولا كده؟ دول اهم 2 بوينتس. يعني السمري بتاعنا اللي هو انا عايز واحد هارد وركر عنده سيلف اويرنس وويل تو امبروف. يعني الكلمه اللي كنت بقولها للناس وتبقى شكلها حلو، I'm not here to prove myself, I'm here to improve. انا جاي مكان هنا عشان اعلى، وانا يعني بشوف the ambition rather than saying I'm passionate about teaching. لا I show them that I'm passionate about teaching rather than saying انا هارد وركر. لا انا والله عملت كذا وعملت كذا I moved from this hospital to another hospital because I knew in the new hospital they are doing a lot of procedures او عندهم in this new hospital they are level 1 trauma, so I'm expecting to sharpen my technical and non-technical skills and leadership, for example. فأنا I'm showing them that I'm doing the extra mile and I'm taking the challenge and I'm up to the challenge. كويس. بس حلو جميل. طيب ده بالنسبة لي كميدل جريد. جميل. كده نكون وصلنا لنهاية الجزء الأولاني من interview skills. اتكلمنا في الحلقة ديت عن
الجوبز وأنواعها وإزاي نقدم عليها، والانترفيو إزاي نحضر لها، إزاي ممكن نعمل بري انترفيو، إزاي نعدل السي في بتاعنا. واتكلمنا كمان في الآخر على الميدل جريد انترفيو وإيه الإكسبكتد وإزاي ممكن يبريزنت himself أو herself في الانترفيو. الحلقة الجاية إن شاء الله هنتكلم على الكونسلتنت بوست والانترفيو اوف كونسلتنت وإزاي الدنيا بتمشي فيها، ونراكم إن شاء الله الأسبوع القادم على خير.